افتتاح مدينة سيد الأوصياء في كربلاء المقدسة صرح معماري مميز أنجزته الأمانة العامة للعتبة الحسينية، ليضاف ذلك إلى سجل حافل بالبناء والإعمار خدمة لزائري سبط النبي عليه السلام. المدينة التي تميزت عن غيرها بالتصاميم الهندسية والمساحات الخضراء وضمها للعديد من المرافق الترفيهية. المزيد في تقرير أحمد كاظم. صفحة مشرقة من العمل والبناء والتطور بالتراث والحضارة تمثلت بافتتاح مدينة الأوصياء من قبل العتبة الحسينية المقدسة، وهي أكبر المدن العصرية للزائرين على طريق بغداد كربلاء، كما أنها مخصصة للزائرين والمواطنين في كل الأوقات. كما أشار الشيخ الكربلائي بالجهود العراقية الجبارة التي تبني بيد وتقاتل باليد الأخرى. رجل العراق ومواطن العراق قادر أن يبدع في كل المجالات. من جهة نرى سواعد أبطال العراق يقاتلون في الجبهات ضد داعش، وقد تألقوا ببطولاتهم وتضحياتهم وما سطروه من انتصارات عظيمة، فيد تحمل السلاح لتدافع عن العراق وتحمي العراق وتصون العراق ومقدساته وأراضي مواطنيه، يد أخرى تبني وتتألق في البناء. هذه رسالة للجميع. مدينة الأوصياء تم تصميمها وفق الطراز المعماري الحديث من قبل شركة عراقية، وبنيت من قبل قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة لمدة 5 سنوات، وبلغ مساحتها 70,000 متر مربع، و24 متر منها خصصت للحدائق والمساحات الخضراء، وتضم قبة وبنقوش إسلامية تأخذ النظر إلى أجواء إسلامية روحانية لها أريج حسيني. لهذه المدينة بالأشكال الهندسية المعمارية والفضاءات المفتوحة والمناطق الخضراء، حيث أن مساحة المناطق الخضراء في هذه المدينة بحدود 24,000 متر مربع من المساحة الكلية للمدينة التي هي مساحتها بحدود 70,000 متر مربع. تعد هذه المدينة من أهم المعالم السياحية والترفيهية في مدينة كربلاء والمحافظات القريبة، لما تحتويه من خدمات متكاملة كأماكن الصلاة والمطاعم والحدائق والمظلات والنافورات، بما يحقق الراحة للزائرين. لقناة الفرات، أحمد كاظم.